السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة الأفوانت، أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال يقدمه لكم عبد العزيز جوب. هاجم منسق الاتحاد الدولي للعائلات الدينية رئيس الدولة الذي زار مدينة طوبى قبل أسبوعين لافتتاح مستشفى الشيخ أحمد بامبا. وفقا لسيرين مودو بوسو جين، في هذه المقابلة مع سينيغو تحدى ماكي سال الحظر المفروض على الخليفة العام في المدينة الدينية. وأكد رجل الدين أن رئيس الدولة مخادع ليظهر لأهالي طوبى أنه قريب من الخليفة العام للمريدية. وإذا كان الأمر كذلك وبالنظر إلى المودة التي يكنها المريديون للخليفة لكان ماكي سال سيحظى بدعم أهل طوبى، وإلا فذلك لأنهم لا يؤمنون بالعلاقة بين الخليفة ورئيس الدولة. حل مغني الراب فومالا ضيفا على دي جي نيكولاس في برنامج ليكيلي اليوم 30 سبتمبر 2021. عاد الناشد إلى أبرز الأخبار في السنغال بما في ذلك اعتقال كليفة وسيمون من حركة يانا مار، فرصة لملل. أيضا لكشف النقاب عن مقطع فيديو شديد الخطورة لرجل سلطة عال في البلاد. ويسلط الضوء على قضية كليفة وسيمون قائلا: هذه القضية أتحدث عنها بصعوبة كبيرة، كنت سأكون أكثر راحة لو لم تكن مقاطع الفيديو هذه. وباختصار، عندما تكون في دائرة الضوء وتكون إلى جانب الناس فمن الأفضل أن تكون بعيدا عن بعض الممارسات المعينة. للجدل حول تلسكوبات عقوبة الإعدام علاقة بالإجهاض الآمن، يرى الأستاذ مختار صار أن في رفض عقوبة الإعدام والترحيب بالإجهاض الآمن تعارض، والذي يدافع عن الإجهاض الآمن حيث يوجد موت للإنسان يجب أن يقبل عقوبة الإعدام. ستكون المعركة صعبة في زيغنشور في الانتخابات المحلية المقبلة. لا يستبعد جيمار سانيا أن يكون مرشحا لمنصب رئيس البلدية. علاوة على ذلك، هذا الأربعاء في ديزيس تيفي أكد الناشد أنه قام بتغيير مكان اقتراعه من جلتابة إلى زيغنشور. توفي الشيخ نياس وهو معتقل فرنسي يبلغ من العمر 39 عاما في سجن كاب مانويل اليوم. تم نقل المتوفى إلى حجز الشرطة في وخنان نمزاد في مديرية جيجواي قبل نقله إلى سجن كاب مانويل. وقد تم القبض عليه لأنه تبادل كلمات مرة مع ضابط شرطة قام باعتقاله، وقد تمت إحالته منذ 6 أيام إلى كاب مانويل. يجري الآن تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة بشكل أوضح. 5 جثث هامدة هي نتيجة حادث مروري وقع هذا الخميس حوالي الساعة 12 ظهرا على بعد 4 كيلومترات من قصاص على الطريق إلى جربل. انطلقت مركبة ميتسوبيشي إلديسا على متنها 8 ركاب، توفي منهم ال5 على الفور وال4 مصابون، ومن بين المتوفين طفل عمره 5 سنوات. ووفقا لRFM إنها عائلة تركت لوغا لتذهب إلى نيورو. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.